نركب السلامة على جنب نكمل. بعدين بتاع البطاطس بره بينادي، حد عايز بطاطس يا جماعة؟ لو انت من الناس اللي كل يوم بتصحى الصبح تمسك الموبايل بتاعك تلاقي كل الناس تجري في حياتها وانت الوحيد اللي لسه في مكانك، انت مش وحيد مكانك. الفيديو ده بقى معمول علشان اللحظة دي بالظبط. هساعدك نمشي مع بعض خطوة بخطوة، اعتقد حتى لو خطوة صغيرة هتفرق جدا. الخطوة الاولى، افصل شوية عن كل حاجة حواليك. اول حاجة محتاج تعملها هو انك تهدي دماغك. يعني مش اول ما تصحى الصبح تمسك الموبايل تشوف مين عمل ايه، مين راح فين، مين جه منين. كل دي حاجات صدقني مش تفرق في حياتك ومش هتغير في يومك باي شكل من الاشكال. فما تديش ابدا الاولوية للموبايل الصبح. حاول تقعد الصبح شوية في هدوء وتسأل نفسك احنا محتاجين نعمل ايه النهاردة. اسأل نفسك كده، انا محتاج اعمل ايه النهاردة. صدقني لما تبطل تسمع كل اصوات الناس دي الصبح بدري هتبدأ تستوعب وتفهم وتسمع حتى صوت نفسك. ابدأ بحاجة صغيرة جدا. اكبر غلطة بنعملها لما نيجي نبدأ من اول وجديد هو اننا بنحاول نضغط على نفسنا علشان نغير كل حاجة مرة واحدة، وده من اكتر الحاجات اللي بتخلينا دايما نوقف وما نكملش. فنصيحتي ليك انك تبدأ بحاجة صغيرة جدا، مع الوقت هتبدأ تزود ده. يعني مثلا لو انت بتتعلم لغة جديدة حاول تبدأ بس ب3 كلمات كل يوم، ومع الوقت لما انت تلاقي نفسك عمال تنجز خليك عايز تكمل اكتر مع الوقت. الخطوة رقم 3، سامح نفسك على اللي فات. في وقت كتير بيضيع مننا مش عشان احنا مش عارفين نبدأ، بس بيبقى علشان احنا عمالين نضيع وقت في التفكير في اللي حصل قبل كده. زي مثلا انا كان ممكن ابدأ بدري، انا مش هقدر اعمل كده، انا عملت قبل كده وفشلت، ده هيبقى صعب. كل دي حاجات صدقني مش هتفرق في اي حاجة غير انها هتعطلك اكتر وهتخليك تشعر بالندم اكتر. فانت ليه ابدأ دلوقتي وخلاص بأي حاجة معاك، وحاول تسامح نفسك على كل الوقت اللي ضاع واللي كان المفروض تعمل في حاجات وما عملتهاش. انسى كل ده وابدأ بس وخلاص. الخطوة رقم 4، اكتب اي حاجة تحس بيها. انا عارفة ان الكلام عن الكتابة عيب متكرر وكتير جدا وكل العالم بيقولك اكتب، ومع ذلك انت لسه ما بتكتبش، مش عارفة ليه. بس انا النهارده مش هقولك كتابة بقى هنكتب كلام حلو واشتري نوتة جديدة وعد اقلام والوان واقعد ارسم وشخبط. انا مش هقولك، انا بس عايزاك تكتب بشكل عشوائي، اكتب اي حاجة تيجي في دماغك. انا بس عايزاك تطلع كل اللي في دماغك على ورقة وتكتب انت بس حاسس بايه او ايه اللي انت عايز تعمله. يعني مثلا لو انت عايز تبدأ كورس جديد وعندك اللي هو خايف انا ممكن ابدأ وممكن في النص ما كملش او حتى همل بسرعة، فانا لما اجيب ورقة واكتب انا محتاج ابدأ في الكورس ده بس خايف اني ما كملش، ساعتها هتلاقي مثلا دماغك تلقائيا بتفكر طب انا ممكن اكلم حد من صحابي نبدأ الكورس ده سوا بحيث ان احنا نشجع بعض. هو ده الغرض من الكتابة، انا بكتب علشان اشوف فين المشكلة وعلشان ادي فرصة لنفسي تدور على حل للمشكلة دي. الخطوة رقم 5، ابدأ باللي في ايدك والباقي هيبان. اوقات كتير بنستنى نوصل لكل الاجابات قبل ما نبدأ وبنستنى تكون كل حاجة واضحة قدامنا علشان نبدأ بس في الحاجة. بس احب اقولك ان ساعات الطريق مش بيبان كل حاجة فيه من الأول، لازم تمشي فيه ومع الوقت هتبدأ تبان كل حاجة انت عايز تعرفها، هتعرفها في الطريق انت وماشي. فلو انت مستني الظروف المثالية او مستني انك تعرف كل حاجة قبل ما تبدأ فاعتقد ان انت هتقعد تستنى كتير. فنصيحتي ليك انك بس تبدأ باللي في ايدك وابدأ وخلاص. ابدأ في اي حاجة انت عايزها، اي حاجة عايز تغيرها، اي حاجة انت عايز تعملها بس ابدأها وخلاص. ولو وصلت لاخر الفيديو فانت فعلا ناوي تبدأ ودي اول خطوة مهمة ليك. بس خليني اقولك ان مفيش خطوة صغيرة وان كل حاجة بتعملها دلوقتي بتفرق جدا بعد كده، حتى لو مشوفتش الفرق ده دلوقتي بس بجد هي بتفرق. فاحب اهنيك بجد واتمنى لك التوفيق في اي حاجة انت بتعملها. اهم حاجة اهم حاجة انا بجد عندي فضول اعرف انتوا هتعملوا ايه، فقولي في الكومنت انا هبدأ بكذا وقولي انت عايز تبدأ بايه
وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد من ناديومي. نورتوني بجد وشرفتوني. A few moments later. كنت همشي ونسيت اقول لك اهم حاجه عندي، وهي هسيبلك لينك الانستجرام بتاعي علشان هنرغي كتير وبنعمل حاجات كتير جدا هناك. ف مستنياك.